تعال اقول لك ازاي تحول الصوره من الشكل ده للشكل ده في اقل من 10 دقايق. هيكون عندنا الصوره بالمنظر ده ابيض واسود. اول حاجه هنعملها هنروح على اداه السلكشن تول ونبدا نحدد الكلب كده. بعد ما تخلص دوس كنترول جي عشان تاخد اللاير كوبي. كده بقى عندنا اللاير الكلب لوحدها. تمام. هنروح نجيب الهيو ساتوريشن، هتدوس على كلارايز، هتبدا تحدد اللون اللي انت عايزه. مثلا هنقف عند الدرجة دي، ممكن تعلي الساتوريشن لو انت عايز تتقل اللون شوية، ولو عايز تغمق اللون شوية ممكن تنزل باللايتنس شوية. تمام. خلصت، هتدوس كنترول اي عشان نعكس الماسك، وهتروح على الهيو ساتوريشن تاني، هتدوس على كلارايز، نبدأ نغير برضو اللون. وليكن مثلا اللون ده كده كويس، وهتدوس كنترول اي عشان تعكس برضو الماسك. نفتح الهيو ساتوريشن تاني، كلارايز، نخليها الاخضر، هتدوس كنترول اي، تفتح تاني الهيو ساتوريشن، كلارايز. تمام. دوس كنترول اي. طبعا انت بتغير الالوان على حسب ما انت حابب. تمام. بعد ما بتدوس كنترول اي وتعكس كله، نبدا بس نعمل لهم كلابنج ماسك لللاير بتاعت الكلب عشان ما يعملش على الباك جراوند. دي كان اللون بتاع البادي. ممكن تسمي اللايرز زي ما انت عايز برضو. وهنا نخلي اللون ده كان بتاع second body. ده eye، ده nose. اوكي. نروح على البادي، نبدأ نجيب البرش بتاعتنا وتمشي بالبرش عشان تلون الأجزاء. نروح على اللاير التانية ونبدأ برضو نلون. بعدين هنروح على اللاير بتاعت العين، وبعدين هنروح على اللاير الأخيرة بتاعت المناخير. بالشكل ده انت يعتبر خلصت. تروح بس على اللاير بتاعت النوز، هتخليها مالتيبلاي، تبدأ تغير في اللون زي ما انت عايز. ممكن تفتح الدرجة شوية.